السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم اسلام زايد، والنهارده هيكون معانا تجربة تانية هنعملها في فندق جويل اكوا بارك الزهراء مدينة نصر. المكان اللي احنا هنتكلم عليه النهارده يعتبر من اجمل الاماكن الموجودة هنا في اكوا في مصر. المكان ده اولا مميزاته الموقع بتاعه، هو المكان بتاعه هو يكون في زهراء مدينة نصر قدام الكومباوند اللي اسمه جاردينيا. طريق المواصلات مفيش اسهل من كده. بالنسبة للمواعيد الدخول بيكون من الساعة 10 لحد الساعة 5. بالنسبه للاطفال بالنسبه للسن المتاح بيكون من اول سن 4 سنين يعتبر بمثابه فرد كامل. المكان هنا ليه مميزات كتيره جدا، غير طبعا مش هنتكلم عن حسن التعامل بتوع الموظفين هنا عشان ده مكان تبع القوات المسلحه، فتعامل راقي جدا بالنسبه للناس، اسلوب كويس، الاكل طعمه كويس، الخدمه، السيرفيس، النظافه، ودي نقطه مهمه جدا في ناس كتير بتتكلم عليها. اكتر حاجه كنت حابب ان انا اكدكم عليها هنا بالنسبه للمواعيد، زي ما قلت لكم هي بتكون من الساعه 10 لحد الساعه 4:30، بيكون في وقت راحه بيكون من الساعه 2 لحد الساعه 3. بالنسبه للالعاب بيكون كلها متاحه، ما عدا في بعض اللعب بتكون بتفتح من الساعه 12 الظهر، وانا دلوقتي هقول لكم الالعاب ايه اللي بتكون شغاله على طول وايه الالعاب اللي بيكون ليها وقت بيكون سواء كانت شغاله او واقفه. المكان هنا فيه برضو بالنسبه كان في عملاء كتير كان سالوني بالنسبه للوكرات، لو حد معاه حاجه عايز يحطها في الامانات او حاجه زي كده، في هنا لوكرات موجوده هنا. بالنسبه للمكان بتكون فري، انت ما بتدفعش فيه اي فلوس، بس كل ما في الامر ان انت بيكون معاك القفل او الحاجه اللي انت بتقفل بيها اللوكر بتاعك. بالنسبه للاكل ممنوع دخول الاكل والمشروبات نهائي. المكان هنا موفر لك كل حاجه، سواء كانت مشروبات سواء كانت اكل سندوتشات، كل اللي انت عايزه. والمطعم كمان مثلا شغال طول اليوم، بحيث لو اي حد عايز يجيب اكل في اي وقت بيكون شغال. يعني زي ما قلت لكم ان هو بيكون بالنسبه للمطعم بيكون من الساعه 10 لحد الساعه 4:30. طبعا احنا دلوقتي هنعمل جوله في المكان كله، هوريكم طبعا المطعم، الاسعار للوجبات، شكل الالعاب، ايه المميزات الموجوده في المكان ده. اصلا ان اكثر من المكان هنا فيه اكثر من 4 أو 5 حمامات سباحه، ده غير حمام سباحه خاص بعيد عن الاكوا للنزول، وده عمقه حوالي يعني يقول تقريبا واصل للمترين. فطبعا دي حاجه كويسه جدا بالنسبه للناس لو عايزه يعني تعوم في مكان كويس ويكون في نفس الوقت نظيف. احنا هنعمل جوله دلوقتي، ولو في اي حد عايز يستفسر عن اي حاجه ممكن يكتب لي في الكومنتات وانا هشرح لكم كافه التفاصيل الخاصه بالمكان. معاكم اسلام زايد، وباذن الله وان شاء الله كده يكون الفيديو عجبكم جدا النهارده. شكرا جدا لكم. دلوقتي انا هعمل لكم جوله. طبعا بالنسبه للالعاب او المواعيد الاساسيه بالنسبه للالعاب، يعني مثلا اللعبه الاساسيه اللي هي بتاعه الاورنج دي بيكون اغلب بيكون مواعيدها لحد الساعه 12، هي بس دلوقتي شغاله عشان احنا بس في مجال التصوير، فبناكد مع العملاء ان اللعبه دي اساسها اللي هو بيكون الساعه 12. طبعا بالنسبه للالعاب هنا كلها بتكون شغاله لو انت حابب ان انت تنزل اي حاجه. زي ما قلت لكم بالنسبه للاعمار من اول سن 4 سنين بيكون بمثابه فرد كامل. في طبعا هنا بالنسبه للحمامات، اولا في حاجه كنت حابب اكد معاكم فيها، دي كافيتيريا، دي الكافيتيريا اللي احنا بنطلب فيها الاكل. تمام، هنا بيكون الحمام اللي هو بتاع الرجاله، تمام، وهناك اللي هو المكان ده الحمام اللي هو الخاص بالسيدات. وانا طبعا هوريكم الاماكن هنا بالتفصيل. احنا دلوقتي هنعمل جوله بالنسبه للمطعم نفسه علشان برضو نشوف الاسعار عامله ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين المكان نظيف جدا. من اكتر المميزات اللي اللي بيمتاز بيها الاماكن تبع القوات المسلحه النظافه، حسن التعامل، الاسلوب راقي جدا. المكان هنا مسموح بدخول الاجانب، بيكون طبعا التذكره بيكون غير شامله الاكل ده بيكون ليه اسعار ثانيه واحنا دلوقتي هنشوفها. دلوقتي انا هعمل لكم هو بالنسبه للاسعار زي ما انتم شايفين اسعار السندوتشات. ده المكان الخاص بالرجاله زي ما قلت لحضراتكم، ده الحمام الخاص بالرجاله. تمام، انا زي ما قلت لكم في هنا مكان برده لو حابين نشتري برده الادوات اللي هي بتاعه البحر، اللي هو مثلا النضارات، في حاجات مثلا مايوهات، في برده اللي هو البونيه بتاع الشعر الخاص بالبنات زي ما انتم شايفين. ده الفندق اللي احنا فيه اسمه فندق جوي. المكان طبعا زي ما قلت لكم المكان نظيف جدا. بالنسبه للاطفال زي ما قلنا لكم احنا الاطفال السن المسموح به بيكون 4 سنين. زي ما انتم شايفين الحاجات بتنفع لاقل من 4 سنين كمان، فعشان كده هم بيحسبوا بالنسبه للاطفال من اول سن 4 سنين يعتبر بمثابه فرد كامل، علشان برضو الناس تكون عارفه. زي ما انتم شايفين الميه ونظافتها. طبعا بقى في نقطه مهمه احب اكدها مع الناس بالنسبه للاماكن، يعني حتى الالعاب اللي هي ممكن تكون صعبه شويه زي اللي ورا دي او الالعاب دي كلها بيكون فيه منقذين بياكد معاك ان انت بتعرف تعوم ولا لا. النقط دي كلها دي الالعاب الخاصه بالاطفال. طبعا زي ما قلت لكم ان المكان هنا فيه اكتر من 4 حمامات سباحه، يعني كل مكان فيه حمام سباحه، وفي حمام سباحه بعيد خالص عن الاكوا زي ما انتم شايفين.
احنا كل الالعاب دي لسه هنجربها. طبعا هنا في برده كافيتيريا لو حبينا نشتري برده اي عصائر، حبينا نشرب اي حاجه موجود هنا برده. ده غير طبعا الحاجه الاساسيه اللي هي بتاعت المطعم. طبعا دي اماكن الانتظار زي ما انتم شايفين. الحاجات دي كلها طبعا زي ما مش عايز اقول لكم النظافه بتاعت المكان عامل ازاي اصلا. وادي الحمام السباحه الثاني. احنا كده خلصنا. ادي هناك حمام السباحه الخاص بالاطفال، وادي حمام السباحه ادي كده الثاني، وده حمام السباحه الثالث، وادي الحمام السباحه الرابع. ده الحمام السباحه اللي بعيد عن الاكوا خالص، وده العمق بتاعه بيكون 1.60 متر. اجمل لعبتين موجودين هنا في المكان اللي هي اللعبه اللي قدامكم دي اللي هي الخضراء، واللعبه اللي وراها اللي هي الاورنج. عايز بس اقول لكم حاجه علشان في ناس كتير ممكن ما تاخدش بالها منها. اللعبه دي ما يغركش منظرها، علشان المكان اللي بتنزل منه ده العمق بتاعه كبير جدا. اللي هي الفتحه اللي في النص دي بالظبط، دي العمق بتاعها بيكون كبير، علشان في ناس كتير كانت ممكن لا قدر الله ممكن تغرق ولا حاجه زي كده علشان مش عامله حسابها. طبعا بالنسبه للتعليمات الموجوده هنا بالنسبه للبنات لازم يكون لابسه بونيه بتاع الشعر. بالنسبه طقم الانقاذ اللي موجود هنا في المكان كله معاه شهادات خاصه بالانقاذ وكلهم مهارات عليا، فده طبعا بيديك امان بالنسبه لنزول حمامات السباحه ان في حد هياخد باله منك وهينقذك لو لا قدر الله لو حصل اي حاجه. وكده برضو يكون عندك حمايه. طبعا زي ما قلت لكم اللي على ايدينا اليمين ده اللي هو يعني على ايدينا اليمين ده اللي هو بيكون اللي هو الحمام الخاص بالنسبه للسيدات لتغيير الملابس. وهنا دي اللوكرات او المتعلقات الشخصيه زي ما حضراتكم شايفين. هم على طول بياكدوا معاهم في حاجه زي كده بالنسبه للمكان ان هو اي متعلقات شخصيه او اي حاجه زي كده بيكون مسؤوليه العضو نفسه. اللوكر هنا زي ما قلت لكم هو بيكون فري، يعني ما بتدفعش فيه فلوس، بس كل ما في امر ان انت بيكون معاك زي قفل او اي حاجه اللي دي زي ما قلت لكم بالنسبه للوكرات اللي احنا بنخش فيها. وبرده في اماكن لتغيير الملابس جوه، دي بعيد عنها خالص عن الحمامات علشان برده الناس تكون عامله حسابها. زي ما انتم شايفين دي اماكن لتغيير الملابس فقط، ما فيهاش ميه نهائي عشان اكد مع الناس. ادي اللوكرات زي ما قلت لكم، هو اللوكر بيكون فري، بس كل ما في الامر ان احنا بنجيب بس القفل زي ما انتم شايفين. تمام، ده المكان عامه زي ما انتم شايفين كده، هو ده فندق جوي. طبعا لو انتوا حبيتوا تستفسروا عن اي حاجه بالنسبه لسعر التذاكر، بالنسبه للمواعيد، بالنسبه لوقت الراحه، بالنسبه للاكل، بالنسبه للحاجات دي كلها، او اي سؤال يجي على بالكم ممكن تكتبوا لي في الكومنتات وانا هشرح لكم كافه التفاصيل. معاكم اسلام زايد، واتمنى باذن الله وان شاء الله كده يكون الفيديو يعجبكم، ولو في اي استفسار او اي حاجه هتلاقينا معاكم باذن الله ان شاء الله كده على خير. شكرا جدا ليكم، وباذن الله وان شاء الله كده بقيه الفيديو يعجبكم على خير. يلا احنا دلوقتي بقى هنجرب الالعاب الموجوده هنا بالنسبه للمكان، وباذن الله وان شاء الله كده الفيديو يعجبكم. يلا بينا ونشوف يلا الاكوا بارك. كده احنا زي ما قلنا لكم احنا دلوقتي بقى المفروض ان احنا هنجرب الحاجات وهنجرب كل الالعاب. طبعا يعني اصعب لعبتين هنخليهم في الاخر خالص عشان نكون احنا ايه خلصنا كل حاجه، نكون احنا جربنا اول حاجه المكان. طبعا زي ما قلت لكم ده المكان اللي بيكون فيه كل الالعاب يعتبر، يعني انت اي لعبه هتلعبها لازم تطلع المكان هنا. حاجه بجد يا جدعان العاب حلوه قوي. تمام، احنا هنشوف اول حاجه نبداها بالصفرة. تمام، ده المكان بيكون فيه 3 العاب، الزرقاء والخضراء والصفراء. ده الجزء الاولاني اللي احنا خلصناه، ونخش على الجزء الثاني. الميه جامده جدا زي ما انتم شايفين، نظافه الميه. لو عشان اعرف العوامه
دي طبعا حاجات للأطفال. تمام، نيجي بقى لأهم حاجة أو أهم نقطة اللي أنا قلت لكم عليها، اللي هو المكان الخاص بيكون فيه حمامات سباحة. بس بصوا المكان ده زي ما انتم شايفين بيحسسكم كأنكم دي رمل مثلا وكأنكم داخلين على بحر بالظبط. العمق المكان هنا 160 متر. كان هنا بالنسبة للأحواض كلها بتاعت حمامات السباحة بالنسبة للعمق. أنا مش عايز أقول لكم قد إيه المية نظيفة زي ما انتم شايفين. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وعمل الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشكرا جدا لكم.